الفترة اللي فاتت الكهرباء كانت بتقطع كتير، وده ليه تأثير كبير جدا على الأجهزة لو الكهرباء بترجع بتردد مختلف. طب موبايلك فصل ومش لاقي حتة تشحنه فيها، ده الراوتر لو فاصل اليوم بيخلص بدري. عايز لمبة تكون مشحونة تنور بيها لحد ما الكهرباء ترجع؟ شغال على جهاز كمبيوتر والكهرباء قطعت قبل ما تسيف شغلك، هتتمنى 1000 مرة لو كنت سيفته. عندك مكتب، عندك شركة، وعندك جهاز عايز تنظم له كهربته علشان تحافظ عليه. أنا بقى لقيت الحل في جهاز معجزة هيحل كل المشاكل دي، جهاز UPS ستابلايزر باور سيفنج. هقول لكم كل المعلومات عنه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات الجديدة. لايك، وقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وعلشان أنتم غاليين عليا جبت لكم أكتر واحد يقدر يشرح لكم الجهاز ده، أخويا وصديقي المهندس أحمد صاحب الشركة العربية للنظم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنتكلم على جهاز اسمه UPS. الUPS ده جهاز وظيفته ان هو في حاله انقطاع الكهرباء، مصدر الكهرباء عن سواء كمبيوتر، سواء الشاشات، سواء الاجهزه المنزليه، ما عدا طبعا الثلاجه والغساله والقصص دي. احنا بنتكلم في الحاجات الراننج، الحاجات اللي كل بيت ما بيستغناش عنها: شاشه الTV، الراوتر، الريسيفر. بنتكلم على الجهاز كمبيوتر كامل يقدر يقعدك بالجهاز لو انقطعت الكهرباء حوالي 25 ل 30 دقيقه. يقدر يقعدك لو هتشغله على راوتر سيبريت لوحده ممكن ساعتين ثلاثه. لو راوتر والشاشه والريسيفر ممكن في ريت الساعه بعد انقطاع مصدر الكهرباء اما الكهرباء تقطع. وفي ميزه كمان كويسه جدا الجهاز ده، ان هو اول حاجه فيه واهم حاجه فيه ان هو ستابلايزر. الستابلايزر ده منظم للتيار الكهربائي. انت عارف ان ريت الكهرباء في مصر مش ثابت، يعني مش 220 بيور 220، لا ممكن تبقى 190 185. لكن الجهاز ده ميزته ان هو بياخد الكهرباء السورس ايا كان السورس جاي له كام وبيترجمه لك ل 220، وفي نفس الوقت بيشحن البطاريه اللي جوه الجهاز عشان لما الكهرباء تتفصل او تتقطع يبدا الديفايس اللي انت مش موصله عليه سواء تلفزيون سواء كمبيوتر سواء شاشه يفضل شغال للفتره لغايه ما البطاريه تفضى او الكهرباء ترجع تاني. يعني الجهاز فيه بطارية منفصلة سيبريت جواه بتخزن شحنة كهربائية تقدر تشغل بيها أجهزة لو الكهرباء قطعت. ودي وظيفه ده وظيفه الUPS. دي حاجة مهمة جدا طبعا. عايز تسيف حاجة على الكمبيوتر، عايز شغلك ما يضيعش. طبعا دي حاجة مهمة جدا. اكيد. تمام. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو برضك الستابلايزر دي اللي هو تنظيم الكهرباء، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان الكهرباء لما بتقطع وبترجع تاني بترجع اعلى او اقل طبعا، ما بترجعش ريت مظبوط. اي اختلاف في ده ممكن ياثر طبعا على الاجهزه. طبعا ما هي مشاكل الشاشات ومشاكل الكمبيوتر ما هي كلها بتيجي من الكهرباء بتروح وتيجي. طبعا بتيجي اعلى او اقل، فده ما بينظم الكهرباء الجهاز. وجود الجهاز الاليسيس الايطالي ده ما فيش الكلام ده. الكهرباء بتدخل ايا كانت الكهرباء، هو بيوفر لك السورس الطبيعي النورمال اللي هو ما فيش لا فوق ولا في تحت. الجهاز براند ايطالي، هو براند ايطالي وشركه ايطالي، بس طبعا انت عارف ان كل الدنيا دلوقتي بتصنع في الصين، بس ده متصنع لاوروبا مش متصنع للشرق الاوسط. الخامات يعني بتاعته طبعا مختلفه تماما. خاماته اعلى. الخامات اللي بتيجي لنا هنا شرق اوسط عشان التكلفه، عشان السعر بتبقى خامات اقل شويه. لكن ده متصنع لايطاليا، وده اساسا جاي من ايطاليا. يعني احنا مستوردينه من ايطاليا مش جايبينه من الصين. يعني خاماته اعلى لان هو كان متصدر لايطاليا اصلا. بالظبط، وهو جاي من ايطاليا. يعني الاستيراد بتاعه من ايطاليا. هو البراند بتاعه صنعه في الصين، لكن هو متصنع لاوروبا يعني. بالظبط، فهي من خلال ايطاليا بيتباع للعالم كله. تمام. اوكي. مع الضمان طبعا احنا بنديك ضمان 3 شهور على الجهاز. ضمان جميل والله. والنسبه للبطاريه اللايف تايم بتاعها بيبقى من سنه ونص لسنتين، بتتغير كل سنتين. ادي احنا بنفتح جهاز اهو قدامك.
دي مكونات الجهاز. يعني متوفر قطع غيار. قطع غيار احنا اللي بنستوردوه. يعني بعد سنتين للبطاريه بعد 10 سنين شغالين فيه. نقدر نغير بطاريه، نقدر نعمل صيانه، كل حاجه موجوده. يعني هنا كمان مركز صيانه غير البيع يعني. بالظبط. حتى القطع غيار كلها موجوده عندنا. يعني صيانه وتوفير قطع غيار بالاضافه للضمان اللي بنوفره 3 شهور. بالظبط. بالاضافه للبيع طبعا. وبالنسه للضمان بتاعنا في خلال ال3 شهور ده استبدال، مفيش حاجه اسمها لو في اي عيوب صنع او حاجه الجهاز كله بيستبدل وانت واقف. والله دي حاجه يعني جميله جدا طبعا. تمام. نشرح لك الجهاز. اكيد. طيب ادي الجهاز اهو، ادي وظيفته. احنا بنفتحه. طبعا ده المانوال بتاعه، المانوال جايد بتاعه، الكتالوج. اوكي. ادي الجهاز اهو. محتويات العلبه بتاعته بقى. ايوه. اللي بيبقى الجهاز طبعا البطاريه انترنال راكبه جواه. داخليه. بتيجي مش مشحونه، احنا بنشحنها هنا عشان ما ينفعش البطاريه تتخزن وهي مشحونه. عشان عمرها وكده. طبعا عشان كمان ما تعملش بات من تحت جوه. ده مصدر الكهرباء بتاعه. طريقه الاستخدام بقى. طريقه الاستخدام مبدئيا بنوصل الفيشه دي بمصدر الكهرباء العمومي. ده مصدر الكهرباء بتاع اليونت نفسه بتاع الجهاز، بيتحط في مصدر الكهرباء العادي بتاعنا، الكهرباء 220 بتاعنا 220 عاديه. عظيم. وابدا احط الديفايس اللي انا عايز اغذيه. ادي فيشه واحد وادي فيشه 2. يعني ممكن احط اكتر من جهازين. عظيم. على حسب، بس طبعا بتراعي الفولت بتاعه. يعني ما تحطش عليه غساله. لا، جهاز ما يكونش سحبه عالي يعني. كمبيوتر كامل، بتتكلم في ريسيفر مثلا وشاشه وراوتر. الراوتر مهم جدا طبعا، محدش بيستخدم النهارده عن النت يعني. بالظبط. تمام. طب احنا وصلنا الكهرباء طبعا، انت شايف ان الفيشه بتاعته اهي. ايوه. عظيم. انا بشغل اهو. ده زي زرار الباور بتاعه. ده الباور بتاعه. بيبدا يديني الالارم، ده معناه كده ان هو بيفرغ. يعني هو كده هيتاخد منه. لما بتكون حاطط الفيشه في الكهرباء بيبقى اللمبه الخضراء هي اللي منوره، ان هو بيشحن بتعكس بقى، يعني البطاريه داخل وخارج. بالظبط. جميل جدا. انبوت واوتبوت. عظيم. وكمان يعني بيشتغل كمان زي مشترك عشان في اكتر من مدخل. ويو بي اس. ده مشترك كمان محترم بقى، يعني هيستحمل الاجهزه. يعني حتى ده مثلا اشحن عليه موبايلي، اشحن عليه موبايلات البيت كله، مثلا لو مفيش كهرباء خالص، في وقت مفيش كهرباء نقدر نستخدمه كده. بالظبط. والاماكن المحرومه اللي هي مثلا زي المزارع والقصص دي بياخدوه بيحطوا عليه، بيوصلوه بلومد ليد، ويبدا ان هو يعمل معاهم اضاءه، بيعيشهم يعني الفتره اللي هي مثلا لغايه ما نور الفجر يبدا معاهم، لان في اماكن هنا في مصر محرومه ما فيهاش كهرباء اساسا. يعني لو الكهرباء قطعت كمان نقدر نشغل عليه لومد ليد. طبعا تشتغل معانا فتره كذا ساعه. باتري، يعني هي الفكره كلها ان هو جهاز جواه باتري، تعتبر زي كشاف بشحن كمان. نفس فكره الباور بانك، بس حاجه على كبير شويه. ده كده بيأدي بقى كذا وظيفه كده. طبعا. جهاز محترم جدا صراحه. وهو كبراند ايطالي، وتقدر تدخل على الويب سايت بتاعه هتلاقيه موجود. الناس تقدر تسيرش باسم الشركه. طبعا. شركه اسمها إليسيست. الجهاز اهو، وادي كرتونته. يعني باسم الشركه نقدر نسيرش عليها. ايوه، عشان نتاكد ان المنتج ده وان الشركه دي شركه محترمه ومنتجاتها محترمه. طب نيجي للجهاز من جوه عشان برضك نبقى احنا العميل عارف كل شيء عن المنتج اللي هو بيشتريه. جميل. يعني احنا هنفتح جهاز كمان ونشوف خاماته من جوه. بالظبط. فكره كويسه جدا. احنا فتحنا الجهاز اهو. تمام. دي البطاريه بقى. حتى الباتري اللي جوه طبعا احنا لو دوسنا كده الجهاز اهو شغال. بدا يشتغل. اوكي. الصوت ده يعني هو كده بدا يشتغل. بالظبط. بطفي الجهاز وبوريك بس انا جوه حتى عشان تتاكد ان الجهاز ده كله يونت واحد، يعني مش جهاز مجمع، ده جهاز جاي من بلده كده. منشأه كده. يعني ادي كمان حتى الباتري بتاعته نفس الماركه دي 12 7 الكباسيتي بتاعتها 12 فولت 7 امبير. واخد بال حضرتك؟ وطبعا نفس براند الجهاز، يعني ادي إليسيست، ادي إليسيست. ايوه، دي الباتري اللي جوه الجهاز لانها جايه معاه. البطاريه جوه الجهاز جوه العلبه، جاي متقفل هي كلها واحده يعني. واحد يونت واحد. الترانس بتاعه جهاز من جوه ماتيريال محترم قوي. طبعا. تمام. طبعا الجهاز ده حاجه باينه، يعني حتى الاسلاك كمان. الجهاز ده ثمنه الفعلي احنا بنبيعه اقل من ثمنه. ليه؟ لان احنا عندنا كميات منه كتيره جدا، وما بنستغلش بقى لا اسعار ولا زياده ولا نقصان ولا الكلام لا هو حضرتك بتقدم خدمه، يعني جهاز فعلا الناس كتير بتحتاجه اكيد. السعر القديم بتاعنا قبل غلو الاسعار وقبل فرق الدولار والكلام اللي الناس كلها عايشه فيه اليومين دول، لان حضرتك عندك كميه منه قبل القصص دي كلها. عندنا مخزون كبير. تمام، ربنا يوسع عليك يا رب.
بس تحت امرك. الله يخليك. طب نعمل بقى واجب للناس ونحط مثلا رقم تليفون لحضرتك او حاجه للتواصل. اكيد. ويعني بس اللي يجي لحضرتك من خلال القناه برضو يعني لازم يكون في احنا بنبيعه واجب. المفروض ان احنا بنبيعه ب 1000 جنيه. بس لاي حد هيجي من طرفك او من طرف القناه هيبقى 800 جنيه فقط لا غير، 200 جنيه خصم. يبقى ده تخفيض حصري للقناه يعني. بالظبط. احنا بنشكر حضرتك جدا. يبقى الجهاز ده احنا قلنا ان هو بينظم للكهرباء، منظم للكهرباء وسيفنج للباور. لو في حاله انقطاع الكهرباء بيفضل الديفايس اللي واصل عليه بيفضل شغال. ممكن الاجهزه تبقى شغاله كمان وحتى لو من غير ما تتقطع الكهرباء ولا حاجه هو بينظم لها الكهرباء اللي داخله لها. بالظبط. امان لو في كهرباء اتقطعت ولا حاجه ما تاثرش على بورده الجهاز. مشترك اقدر اشغل بيه اكتر من جهاز. بالظبط. بتقلل 70-80% من الاعطال اللي بتنتج عن انقطاع الكهرباء ورجوع الكهرباء. طبعا ياثر على بورده، ياثر على باور بانك، على الباور على الكيسه، حاجه صعبه يعني. غير ان هو ممكن نشتغل بيه كمان كشاف شحن، نوصل بيه لمض ليد اضاءه. يعني جهاز واحد فيه كل الاستخدامات دي. اوبشن كتير قوي ولازم لكل البيت على فكره، وكل مكتب وكل شركه. طبعا ده اساسي، ولازم يكون يعني الباتريال كمان بتاعه يقدر يشغل اكتر من جهاز. دي حاجه جدا محترمه. احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس على الواجب اللي بتعمله مع المشاهدين بتوع القناه، وان شاء الله يعني يكون في تواصل. اي حد من طرف القناه تحت امرك. انا متشكر جدا لحضرتك يا فندم.